السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل النهاردة مع بعض إن شاء الله الخبز التركي بديل للعيش الفينو والكايزر. ناس كتيرة قوي مش بيظبط معاها العيش الفينو والكايزر، لكن إن شاء الله الطريقة بتاعت النهاردة روعة وسهلة وجميلة، وفي دقايق هتحضريها وهتاخد نتيجة حلوة جدا. خبز طري وحلو، ينفع في سندوتشات وينفع في كل حاجة. اول حاجه كده معانا كيلو من الدقيق، هنحط عليه رشه ملح زي ما احنا متعودين، تقريبا نص معلقه صغيره. بعد كده هحط عليها كيس بيكنج باودر، او معلقه كبيره من البيكنج باودر. وبعد كده انا محتاجه لبن رايب، او لبن عادي حليب، ونحط عليه معلقه خل وهندفيه، هيتحول لحليب رايب على طول، يعني اللبن رايب على طول. وبعد كده حطيت حته خميره زي ما انت شايفه كده، او معلقه كبيره من الخميره الفوريه. 3 معالق من الزيت، انا حطيت زيت زيتون، تقدري تحطي اي زيت نضيف. طبعا هحط معلقه كبيره من السكر عشان انشط الخميره، فانا بحط عسل بديل العسل، طبعا السكر هنحط معلقه من السكر، وهنقلبه كده مع بعض. في دقايق هتلاقي كل ده اختمر كده مع بعضه، بقى شكله وريحته تجنن. هنبدأ نحط الحاجات السايلة ديت على الدقيق بتاعنا ونبدأ نعجن. طبعا الحليب دافي، اي مية هنحطها بعد كده تكون دافية. هنحاول ان احنا نعجن العجين بتاعنا عجينة متماسكة، مش سايبة ولا طرية ولا تكون متماسكة قوي ناشفة، لا، هتكون وسط. هوريكي العجينة دلوقتي. الخبز ده ريحته جميلة جدا جدا وطعمه حلو قوي قوي. تقدري تعمليه منه سندوتشات طعمية، سندوتشات الفول، سندوتشات الجبن. هينفعك في حاجات كتيرة قوي قوي في البيت. حلو وسهل، وكمان تقدري تحتفظي بيه فترة طويلة في الفريزر، مش هيجراله اي حاجة. وتخرجيه تسيبيه طول النهار كده، او فترة يعني شوية، انت طالعين بالليل لحد الصبح هتلاقيه بقى طري. تقدري تسخنيه في مثلا على جريل او على اي حاجة. العجينة زي ما انت شايفة كده، نفضل نعجن فيها لحد ما تبقى طرية. بعد كده هنغطيها تختمر. هتلاقيها ما شاء الله خمرت معاكي قوي قوي. لا، ده دقيق عادي بتاع كل الاغراض، زي ما انت شايفين كده، دقيق سايب عادي من عند العطار. هبدأ بقى ان انا اقطع. انا عملت من الكيلو ده حوالي 20 قطعة خبز. تقدري تعملي 24 و25 كمان لو صغرتيه شوية. السر الوحيد في الخبز ده الخطوات وطريقة التسوية، علشان يديكي طريقة ناجحة جدا او يديكي نتيجة حلوة قوي. هقولك على طريقة التسوية او سر التسوية بتاعته. اما نيجي نحطه، هنقطعه كور صغيرة كده وهنحطه على صاج مدهون زيت، وهنسيبه يخمر حاجة بسيطة، ما نضيقش حوالين بعضه لاننا لسه هنفرده تاني. فالصاج ده حتى انا كنت حاطه العدد ده، قللته تاني. اجي بعد كده بعد ما اختمر حاجات يعني 5 دقايق بس، جو حر فمش هياخد اكتر من دقيقتين 3. وبعد كده ابدا ان انا افرده زي ما انتم شايفين كده. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ولا بقى تقولي الفينو طلع مظبوط والكايزر طلع مش مظبوط ولا الكلام ده كله. تطلع معاكي اروع واجمل خبز، رائع وفي الطعم وفي الريحه، وكمان طري جدا. طيب طريقه التسويه بقى إيه السر اللي فيها؟ احنا بنحطه في اهم حاجة، الفرن يكون نار عالية جدا جدا، يعني اعلى نار على الفرن بتاعك. هتحطيه على الرف اللي تحت، اللي قبل الاخير من تحت، وهتسيبيه. بصي، اهم حاجة يكون الفرن سخن، النار عالية. حسيت ان هو اخد لون كده خفيف من تحت، على طول تفتحي الشواية برضو على نار عالية، على ان هو مش بيحب اي نار هادية. لو هديت النار هيطلع معاكي ناشف. عايزاه يبقى طري وجميل زي ما انت شايفة كده، هتحطيه يعني هتحطيه في نار عالية جدا، ما بياخدش دقايق. في 10 دقايق هتكوني خلصتي وعملتي ما شاء الله الكمية دي كلها. وينفع بقى في اي نوع سندوتشات عايزه تحشيه زي ما انت عايزه، وطعمه فوق الخيال. مع الفول والطعميه خطير، مع الجبن رائع، مع اي حاجه ممكن تحشيه بيها جميل جدا جدا جدا. تقدري كمان تستخدميه كبديل للبرجر، لو هتعملي مثلا برجر او اي حاجه زي كده. كمان اما بيخرج من الفرن، مهم جدا ان انا لما اول ما بخرجه من الفرن اغطيه بقطعه قماشه تكون مبلوله. يعني ابل قطعه قماشه واعصرها واغطيه بيها. دي الطريقه اللي انا بعملها. في ناس بتبخ ميه، ناس بتغطي ببلاستيك، انا ما بحبش كده، لان البلاستيك هيتفاعل مع الحاجه السخنه. فاسلم طريقه قطعه قماش نضيفه، ببلها ميه واعصرها كويس جدا، واقفل بيها، اكتم بيها على الخبز بتاعي لمده 5 دقايق بس. هتبص تلاقيه بقى طري وجميل جدا.
تقدري بقى زي ما قلت لك تحتفظي بيه لمدة سنة في التلاجة، مفيش اي مشكلة. في الفريزر قصدي، يعني تسيبيه يبرد خالص، بعد كده تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر يقعد في التلاجة 3 4 ايام كمان. بألف هنا وشفا. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.